نكمل معاكم برضو النهاردة من كتاب كويت، واللي بيتكلم عن قوة الشخص الانطوائي. برضو من النقط المهمة اللي الكاتبة اتكلمت عنهم في الكتاب تعاون يعني في العمل وأماكن العمل. يعني دايما كده في مفهوم منتشر في الفترة الأخيرة إن هو بقى التيم وورك، وإن هو مش عارف 1+1=3، والحاجات بقى اللي هي زي دي اللي احنا كلنا نسمع عنها في محاضرات او كتب التنميه البشريه. الحقيقه الكاتبه عن طريق بقى شرح كتير وعن طريق ابحاث هي ذكرها في الكتاب بتبين الموضوع ده مش صحيح بنسبه 100%. يعني احيانا فعلا بيبقى مهم ان انت تشتغل في جماعه وتشتغل في تيم وورك، لكن بالنسبه للشخص الانطوائي ده مش افضل حاجه. يعني ده مش هيساعده ان هو يجيب افكار مبدعه وافكار مبتكره، ومش هيساعد بقى ان هو في الشركات بقى ان هو كل ما يدخل يعمل برين ستورمنج مع حد ان هو يحصل على فكره جديده او يقدر يطلع الافكار عنده، لان هو دايما الشخص الانطوائي يعني عنده خوف كده داخلي من ان هو الشخص اي حد يحكم عليه، فبالتالي مش هيطلع افضل افكار ليه في التجمعات او في الجروبات الكبيره. وجابت بقى امثله كتير، يعني من اشهرهم اللي هي اتكلمت عنه اللي هو ستيفن ووزنياك، اللي هو يعني مؤسس شركه ابل مع ستيف جوبز. قالت ان هو يعني اللي ساعده يعمل اول كمبيوتر شخصي الناس بقى تقدر تستخدمه في البيت بتاعها، يعني ما يبقاش كمبيوتر بس خاص بقى بالمؤسسات الكبيره. هو ان هو يعني كان يحب ان هو او ممكن يحضر بعض الحاجات اللي فيها جروب، بس يعني كان اكتر شغل بيبدع فيه ويعمله لما يروح بقى البيت لوحده بالليل او يروح الشغل بتاعه لوحده الصبح، يبتدي بقى يشتغل على الحاجات اللي هو بيشتغل عليها. بالنسبه للشخص الانطوائي كل ما يبقى يعني يشتغل في حته ليه المساحه بتاعته او المكان بتاعه اللي يشتغل فيه، كل ما يساعده اكتر ان هو يبدع ويجيب افكار مبتكره تساعد المؤسسه اللي هو بيشتغل فيها. برضه ضربت مثال بالنسبه لي يعني كان حاجه غريبه، ان هي بتقول يعني في السبعينات كان مفهوم الاوبن اريا ده مش منتشر قوي، ان هو الشخص يعني كان بيبقى ليه المساحه بتاعته اللي بيشتغل فيها، ممكن مكان مكتب مغلق او على الاقل مساحه كبيره. فبتضرب مثلا ان هو في السبعينات كانت المساحه دي حوالي 40 متر مربع، يعني انت تقعد في اوضه 40 متر مربع تشتغل لوحدك. بعد كده بعد ما ظهر بقى مفهوم ان الشخص المثالي هو الاجتماعي وان هو بقى يبقى منفتح ويتعاون مع الاخرين وهكذا، الموضوع ده ابتدى يقل لحد ما في 2010 يعني الافريج كده المتوسط هو حوالي 20 متر مربع، يعني نزل من 40 متر المساحه الخاصه للشخص ل 20 متر هو المكان بس اللي يقدر يشتغل فيه. في الحقيقه سبب استغرابي ان هو المكان اللي انا كنت بشتغل فيه انا كنت بشتغل في 4 متر مربع، يعني مكان ما فيهوش اي نوع من الخصوصيه ولا اي مساحه تساعدني ان انا اشتغل فيه. فعشان كده طبعا طبيعي بالنسبه لي ان انا حسيت ان انا مش قادر ابدع في المكان ده وما فيش جديد اقدر اقدمه، وده يمكن يعني كان من الاسباب الرئيسيه ان انا استقلت. بس دلوقتي فهمت السبب ايه ان انا ما كنتش قادر ابدع او اعمل جديد في الشغل ده. وانت برضو لو حاسس ان المكان بتاعك اللي بتشتغل فيه ما بيدكش الخصوصيه الكافيه او مش حاسس ان هو انسب مكان تشتغل فيه، قول لنا في التعليقات.